الأهلي ينجو من كمين الجيش الملكي المغربي والتربص به، ومكيدة محققة كادت أن تزهق جسد اللاعبين. والله لو الأهلي كان غلب النهاردة كان ممكن يحصل حاجة جسدية للاعب الأهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم هيثم كروي سليماني. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فضلا يا جماعة وليس أمرا، لو عجبك الفيديو دوس لايك ودعمونا بالاشتراك في القناة، واليوتيوب كمان بيقول الاشتراك في القناة مجانا، واصحابنا اللي هم في التيك توك يشتركوا في قناة اليوتيوب ويتفاعلوا معانا. النادي الأهلي تعادل اليوم امام الجيش الملكي المغربي 1-1 في دوري ابطال افريقيا، ومتصدر الحمد لله مجموعته برصيد 4 بونت. لكن يعني احنا بنقول كادت ان تزهق ارواح وجسد اللاعبين عشان الاهلي النهارده لو كان غلب. انت شفتم الجمهور في الملعب كان عامل ازاي، ازايز وتحديف وحاجات غريبه وسكينه معجون وتريزيجيه اتصاب. فتخيل الاهلي النهارده لو كان اتغلب. فالحمد لله رب العالمين الاهلي تعادل، وكمان تعادل. وشفت المنظر كان عامل ازاي. عشان كده احنا بنقول كده اول الفيديو. جيس روب لعب النهارده يعني خلى الاستحواذ للجيش الملكي المغربي، يعني اول 25 30 دقيقه استحواذ للجيش الملكي المغربي، ترك لهم الكره وبقى في دفاع متاخر من النادي الاهلي في اخر 25 متر. بعدين يعني انا مستغرب ليه بيسيب الاستحواذ، يعني ليه ما بيلعبش بره زي جوه، زي الناس اللي هي في ابطال اوروبا تلعب بره زي جوه بالظبط. هم يهاجموك انت تهاجم، مش هيعضوك على فكره. نفس السياسه دي تتغير عندنا في افريقيا والاهلي بالذات، عشان احنا طبعا يعني بنشجع النادي الاهلي. جيس روب لعب النهارده بخطه 4-3-2-1. هاف ديفندر طبعا اتنين اللي هم اليو دانج زي ما انتم عارفين، ومروان عطيه قصادهم زيزو متحرك كصانع العاب، واللامركزيه بتاعته ان هو بيخش للعمق، ساعات بيطلع للطرف بيجي من مكانه للعمق بن شرقي والعكس صحيح. ففي لعب مباشر من جيس روب. صراحة يعني الراجل عجبني انه يعني بشكل عام دلوقتي ان هو حتة ان انت عندك زخم في النجوم، ما بقاش في القصة دي، بيعرف يوظف النجوم في اماكنهم. بس يعني ليه مش عارف ليه مخلي احمد نبيل كوكا باك شمال يعني دون المستوى خالص، انا ما شفتوش. طيب ما تطلعه عندك كريم فؤاد جربه، او محمد شكري الباك الشمال الاساسي. شيء غريب جدا. لكن جيس روب يا جماعه يعني عنده فكر وواضح قوي افكاره الخططيه في اللعب. محمد هاني كان دون المستوى، يعني هو نزل سحب بقى ايه. محمد هاني دون المستوى، كمان اليو ديانج كان ليه شويه حاجات اخفاقات فسحبه ونزل. بن رمضان جاب يعني عطى اسيست محترم قوي، عرضيه ارضيه على دماغ تريزيجيه، ارضيه يجيب الجون التعادل في الدقيقه 68. وطبعا الجون الاولاني دخل فينا في الشوط الاول في الدقيقه 37 من ضربه جزاء وهميه طبعا زي ما انتم شفتوها الحكم الشلماني. يعني كان انا بقول في تربص للاهلي، فربنا نجى الاهلي النهارده، والماتش طلع 1-1 واللعيبه طلعت بسلام. واللي جاي احسن ان شاء الله في ابطال افريقيا.